السلام عليكم. تعالوا نشوف تحضيرات وجبة الغدا اليوم. طبعا وجبتنا بقى كيتو دايت لو كارب مرضى السكري وحاجة كده ولا أروع. تعالوا نشوف الأول حاجة طريقة اللحمة في الفرن بالخضار أو طاجن اللحمة أو يعني يخني اللحمة زي ما تحبوا. أنا حطيت زيت زيتون كتير شوية أو 3-4 معالق كبيرة من زيت الزيتون وبصل متقطع، كام فص توم، ونزلت بقطع اللحمة عشان أشوحها كويس في زيت الزيتون. حابين تعملوها بزبدة بسمنة زي ما تحبوا، بس انا حبيت اجرب زيت الزيتون، ودايما زيت الزيتون يا جماعة بينكه اي وصفة. طبعا انا بستخدم زيت بكر او عصر على البارد، بستخدم زيت الزيتون الفلسطيني، هو بكر وعصر على البارد. ف يعني زي ما تقولوا كده اكسترا فيرجن زي ما بيقولوا، يعني اللي هو زيت بكر وعصرة اولى، فبيبقى حلو جدا جدا في الوصفات. اي خضار عندكم مسموح بالكيتو تقدروا تضيفوه. انا ضفت جزرايه وقرنين كده، كام قرن فلفل حامي، ما كانش عندي فلفل رومي. الفلفل الرومي يبقى حلو جدا جدا. يعني ممكن تضيفوا مثلا فاصوليا خضراء، ممكن تضيفوا اللي حابب يشيل الجزر ويحط بامية مثلا مع اللحمة دي تبقى حلوة جدا. يعني اي نوع خضار مسموح معانا، تمام، حطوه. انا بقى جبت طاجنين كده فخار، هرص اللحمه وعليهم قطع الخضار. يعني انا هنا استخدمت قطع الخضار اللي انتوا شفتوها، بصل وفلفل، فلفل حامي وتوم وشويه جزر، تمام. ده كده كميه الخضار اللي انا استخدمتها. فطبعا بوسعوا الطواجن شويه، الطواجن فعلا كانت صغيره، وعايزه اقول لكم الدهون بتاعه اللحمه فضلت تنزل في الفرن ودخنت لي الدنيا كلها، لان هي اللحمه كانت دسمه وعامله بقى مع زيت الزيتون والدهون دي كلها، ففضلت تدخن البيت كله كان مدخن. فانتوا بقى بوسعوا الطواجن شويه، او هاتوا طبعا طواجن اوسع شويه، تمام. فانا هنا زي ما انتوا شفتوا كده، بعد ما اتشوحوا خدوا لسعتهم كويس، حطيتهم في الطواجن، غلفتهم بورق زبده او ورق البيكنج ده، وفوقه بقى ورق فويل، تمام، ودخلته على طول على الفرن على اعلى درجه حراره. بحطه على الشبكه من تحت بس على اعلى درجه حراره. احنا كده دخلنا اللحمه بتاعتنا او طواجن اللحمه او يخني اللحمه. وتعالوا بقى نشوف، عايزه اعمل كمان بتنجان، يعني جه على بالي لقيت شويه بتنجان كده في التلاجة، طلعتهم برضو بزيت زيتون، بقليهم شويه صغيرين كده من زيت الزيتون، تمام. بفتح فتحه زي ما انتوا شايفين، بقليهم على طول. وطبعا يعني دي سهله جدا، انتوا كلكم عارفينها، بس ده ما هو الا عرض للوجبات اللي انتوا بتطلبوا مني ان انا اعرضها لكم، تمام. ده اكل البيت عادي، فاحنا بنقدر ناكل من اكل البيت. اعملوا بقى يخني اللحمه ده او الخضار باللحمه في الفرن للبيت كله، فما عندكوش اكل مخصص ولا حاجه في الكيتو دايت واللو كارب ومرضى السكري. تتبيله بقى، تعالوا بقى التتبيله بتاعه البتنجان المخلل. انا عندي قرون فلفل حاميه مع توم مع ملح وفلفل وكمون وخل وليمون، وبضرب الكلام ده كويس. بس توم فلفل حامي وخل وليمون والتوابل اللي هي ملح وفلفل وكمون. بعمل بقى ايه، بس كده هو سخن بقوم حاطه فيه على طول التتبيله بتاعتنا، وبسيبه بقى يبرد شويه او احطه في التلاجة. احنا كده عملنا طبعا حاجه كده ولا اروع، بتشهي جدا. ده بقى البتنجان المخلل ده بقى تاكلوه زي ما انتوا تحبوه، يعني الناس بتحب تاكله على الفطار، على الغدا كمخللات، فبراحتكم خالص. واحنا قالينه بزيت زيتون برضو ولا اروع، تمام. فدايما انتوا استخدموا زيت الزيتون في القلي او زيت جوز الهند، بس انا عارفه زيت جوز الهند مش كل الناس بتتقبله، فزيت الزيتون بيبقى حلو جدا جدا. يعني انا هو اصلا بالنسبه لي من قبل الكيتو دايت هو الزيت المفضل، انا بحبه جدا. عايزه اقول لكم برضو على فكره، الخبز ده عشان هتسالوني عليه، لا الخبز ده جاهز، انا ما عملتش بقالي فتره، او الخبز اللي عندي خلص فكنت جايبه ده جاهز، ده خبز بروتين جاهز. الخبز ده بعمل فيه ايه بقى؟ فاكرين عندكم ترند على التيك توك اللي هو اللبنه بالزعتر؟ فبيعملوه بيكسروه كده، احنا بقى نعمله بالكيتو دايت. فانتوا تقدروا تعملوا بس احنا مش بتقدروا تعملوا ساندوتش، او احنا هنعمل بس الفكره دي. سلطه خضراء كمان متبله بالليمون وزيت الزيتون. بالنسبه للخبز ده بدخله في الفرن يتحمص بقى. عايزه اقول لكم كميه زيت الزيتون مع الزعتر يعني هتغمسوا الخبز ده باي حاجه، تحفه جدا جدا، تحفه. يعني ده كنت باخد بقى باكل منه اللحمه الدايبه اللي انتوا هتشوفوها دي بالفرن. بصوا يا جماعه الطاجن عامل ازاي، تحفه وبسيط قوي، في 5 دقايق تحضير ولا اسهل. نسيت اقول لكم ان انا طبعا حطيت عليه طماطم معصوره، بشيل قشرتها وبعصرها من بدون ميه خالص، تمام. دي كانت وصفتنا لليوم، اشوفكم في وصفه جديده قادمه ان شاء الله.